السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي، بحبكم قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم وليكم باذن الله. بشكر الناس اللي دخلت قناتي جداد، نورتوني وشرفتوني، وانتوا تاج على راسي. بحبكم قوي، وربنا يا رب يخليكم كده لقناه اختكم منى. فبحبكم قوي وبحترمكم على راسي. كل الناس اللي معايا في قناتي ان كانوا قدام او جداد، شرفتوني ونورتوني وكترتوني. حطوا لي بقى اللايك حبايب قلبي. هنتكلم النهارده في كذا موضوع. على الست ام جنى واللايف اللي كانت عاملاه بتاع الفاصوليا. هي مش عارفه انها فاصوليا ولا لوبيا. المهم يا جماعه هنتكلم في الموضوع الثالث، وهو اسماء جمال طبعا. وطلعوا علينا يمكن اسماء وشريف طلعوا علينا زعلانين جدا جدا، وقاعدين في مكان طبعا مش في شقتهم. وطلعت علينا اختها برضو شيماء، وطلع بابا جمال وماما فاديه. وهقول لكم ايه ولا ايه، ولا احمد كمان وامل. كل واحد يا جماعه قاعد في مكان شكل طبعا، عشان هم مطلوبين طبعا، لان جاي لهم 3 سنين حبس. فلسه الاستئناف، يعني لسه ما ظهرش بقى الاستئناف عملوه ولا لسه، ولا الجلسه هتتحدد امتى. ربنا يفك ضيقتهم. اللي انا عايزه اتكلم فيه يا جماعه، الوضع بتاعهم صعب جدا. بلاش الناس بقى اللي دخلت لاحمد جوهر وقالت له انتوا يعني بسبب طليقته امل اسعد، فبيقولوا له ربنا عمل فيكم كده عشان ذنب امل اسعد. نفس القصه عند امل اسعد برضو، بيخشوا لها ويقولوا لها اللي حصل لك ده لانها تعبانه، واحنا عارفين ان هي عيانه جدا. امها سلوى بتطلع تتكلم وتقول امل عيانه جدا، ومش عارفين فيها ايه بالظبط. لكن برضو التعليقات عندها بيقولوا لها اللي حصل لبنتك دوت سبب ان هي ظلمت احمد طليقها، وشماتها يعني من هنا ومن هنا شماتها. اهدوا يا جماعه كده. الوضع صعب. ان كان امل اسعد ندعي لها بالشفاء، لان ده مكتوب يا جماعه. ده يعني ربنا مقدر لهم ده وكاتبه لهم. وان كان على احمد جوهر برضو وامل مراته، جمهوريه احمد وامل برضو يعني طلعوا علينا بصراحه. الوضع صعب جدا، واحمد طالع وقاعد في اوضه كده وبيعملوا فيديوهات. يعني قال الفيديو ده روتين يا جماعه، حتى قعد يضحك ضحك هستيري جدا. ما هو فعلا يعني من كتر اللي هم شايفينه قعد يضحك ضحك يعني مش طبيعي، لان الوضع صعب. قاعدين في اوضه حاطين مرتبه على الارض ونايمين عليها، وقاعد بيعمل شاي. وطبعا الوضع لا يسر عدو ولا حبيب يا جماعه. ربنا ما يكتبها على حد ابدا. احنا المفروض ندعي له. القضيه بتاعته طبعا كلنا عارفين، قضيه العريس اللي هو اتخطف. اكيد كله متابع طبعا، وكان ترند، وكان قلب الدنيا كلها. لكن هو اخطأ. واحنا ساعتها طلعنا واتكلمنا وقلنا غلطان، وخلاص اتعملت له قضيه. لكن بلاش الشماته. بس انا شايفه بصراحه معظم الناس بيدعوا لك يا احمد، وكلنا قلوبنا مع ماما فاديه وبابا جمال. طلعوا طبعا كل واحد بيطلع في قناته وشغلها. يعني ما هو القناه بقى لو اتركنت فعلا مش هتنفع، فهم بيطلعوا برضو يعملوا فيديوهات. لكن ربنا يعني احنا بندعي لكم والله العظيم يا احمد، جمهوريه احمد وامل، وبندعي لماما فاديه وبابا جمال والاسره كلها. لان يعني 7 مطلوبين يا جماعه ان هم اتحكم عليهم ب3 سنين، وصدروا العربيات بتاعتهم، وموضوع كبير قوي. فبندعي لكم ربنا يا رب يرزقكم بقاضي ابن حلال يكون في قلب الرحمه كده. والقضاء بتاعنا عادل يا جماعه، ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده. هم ما حضروش اول جلسه طبعا، ما حضروش. فعشان كده القاضي اداهم 3 سنين، لان ما احترموش طبعا القانون. فناس غيرهم كانوا حضروا، وبعدين طلعوا وقالوا ان المحامي كان مطمنهم. لكن اتفاجئوا طبعا بال3 سنين. هما دلوقتي هربانين، كل واحد قاعد في مكان عشان مطلوب القبض عليهم. طبعا ربنا معاهم، وربنا ان شاء الله في الاستئناف تطلعوا براءة، او تدفعوا غرامة، او شوفوا ايه بالظبط على حسب القاضي ما يحكم. ويا رب يجعل لكم كده محامي كمان شاطر ويقف معاكم. وادعوا ربنا كتير يا جماعة.
استغفروا ربنا كتير، انتبهوا، شوفوا ان كان في صدقه، ان كان في اي حاجه تعملوها، وربنا معاكم ويعينكم يا رب. حطوا لي بقى لايك حبايبي، هنتكلم في اللايف اللي كانت عاملاه ام جنى. لايف بجد غريب، كالعاده لايفاتها بتبدا بالليل طبعا الساعه 12 او واحدة، وكانت عامله لايف وبتطبخ، وكان عندها حتتين لحمه، وقالت هطبخ فاصوليا. انا مش عارفه هي بتنطقها ازاي الفاصوليا دي، هي معروفه فاصوليا يا ام جنى. المهم قالت مش عارفه يا جماعه دي فاصوليا ولا لوبيا، لا ام عين سودا دي اسمها لوبيا يا ام جنى. انا بجد استغربت لها، لان قالت انا ما بسلقهاش، انا يا جماعه ديت انا بعملها كده وتحفه ومش تحفه. تحفه ايه؟ لازم بتتسلق يا ام جنى وبعد كده بتحطيها في الصلصه. انت غريبه مريبه بصراحه. الناس اللي بتقول لك علمينا نطبخ، تعلمكم ايه يا جماعه؟ في عمركم شفتوا فاصوليا؟ حتى ده نقعتها ايه، بتقول انا غسلتها، ما نقعتهاش تقريبا كمان. يعني بجد حاجه فظيعه. هنيجي بقى بالنسبة لواحدة قالت لها الصورة مش حلوة يا ام جنى، الصورة مبكسلة. فراحت نادها مازن. مازن انتوا عارفين طبعا، يا مازن يا مازن يا مازن، انت فاتح النت عندك؟ قال لها لا ده ريان. يا ريان طب تعالى هاتهولي واضربه واعمله. يا جنى انت فين يا جنى؟ قالت لها يا ماما. ايه ده ايه ده ايه ده ايه بجد؟ انا ما بتفرج عليك يا ام جنى بحس ان انا بجري، والله العظيم انا بحس ان انا بجري. بجد يا جماعه الست دي مهيبره مهيبره قوي. المهم نادت على جنى، انت فين يا جنى؟ مش عارفه. قالت لها يا ماما انا باكل معرفش بلح ولا ايه. راحت البت جايبه لها البلح، وفضلت ام جنى تاكل في اللي هو العجوه. يا جماعه العجوه في ناس بتقول عليها عجوه، وفي ناس بتقول عليها بلح كده يعني. قعدت تاكل ما شاء الله، وصبوا لي كوبايه لبن وشربت اللبن. الواد غيري له يا جنى. واحده بتقول لها برضو يا ام جنى معقول بنتك اللي في اولى سنه ولا ثالثه اعدادي تغير للواد؟ قالت لها وانت مالك تعالي يا جنى، الناس بتقول عليا ان انا مش عارف عامله ايه وسوي. انت بجد اللايف ده حرام والله، ارحم البنت دي. يا جنى تعالي حضري لي شنطه الولاده. طب ازاي بنت صغيره زي دي يا جماعه تحضر شنطه الولاده؟ وهتعرف هتحط لك ايه هي؟ يعني كفايه بجد تعبها معاكي. البنت رقيقه واحنا شايفين صوتها واطي. انت بجد مشغله الكل حواليك يا ام جنى، الكل شغال، حتى ولادك بتشتميهم قدام الناس. تقولي للواد يا ابو كرش مدلدل لريان، والتاني تقولي له قوم يا عجل، قوم اشتغل يا عجل. والعيال يا عيني ما بتقولكيش حاجه. مازن اللي ما فيش وراه الا نعم يا ام جنى، حاضر يا ام جنى. الطفل الصغير اللي انت مقلعاه بعد ما شطفوه، جنى دخلت شطفته. تعالي يا جنى، الناس بتقول لي ان انا مشغلاكي وتعباكي، انا بغصب عليكي يا جنى. ايه ده ايه ده بجد ده؟ احنا شايفين بعيننا يا ام جنى، انت قاعده برشه على الارض، الكل بيخدمك، رغايه بقك بالع الكل. طبعا في اول اللايف يا جماعه قالت له يا مازن هات لي اللابتوب عشان انا عايز اعمل لكذا قناه كده اعمل لهم مخالفات. هو انت ليه بتيجي في الشهور الكريمه دي، الشهور اللي كلها خير، ليه بتعملي مخالفات يا ام جنى للقنوات؟ عملوا لك ايه؟ قالوا عليكي ايه؟ ما هم بيطلعوا ينقضوا اللي انتوا بتعملوه بتصدروه لينا. ما انتوا حياتكم مكشوفه على الملأ، انتوا بتصوروا حماماتكم يا جماعه، بتصوروا الاوض بتاعت النوم بتاعتكم. انا مش فاهمه بجد. وبعدين شويه بعد ما اكلت البلح وشربت اللبن وشوربه بلسان عصفور ومش عارف ايه، وابنك اللي على طول الصغير الجعان ده، يا حول الله، الناس بتقول لك اكلي ابنك. ما انا لسه ماكلاه شوربه ولسان العصفور. طيب على طول على طول يا ام جنى برضو كذا كومنت جالها، كفاياكي اكل يا ست يا مفجوعه ولا انت هتنفجري. برضو شتمتها وهزقتها. ما فوتي الكومنتات اللي ما تعجبكيش دي يا ام جنى. ما فيش داعي ان كل شويه تغلطي في الناس فعلا شايفاك ان انت عماله بقك شغاله 24 ساعه. يا مازن انا حرانه، انا مش عارف، انا تعبانه، انا فيا ايه، جاب لها معرفش شال ولا ايه غطاها بيه. وبرضو انا حرانه، انا ايه ده ايه يا ستي ده؟ اهدي يا ام جنى، اهدي اهدي بجد. احنا بنفوت لك اللايفات دي، بنجري منها عشان ما بنقدرش يا جماعه نكمل. وعملت الفاصوليا اللي هي بتقول عليها فاصوليا وهي لوبيا يا ام جنى. بجد بجد الله يكون في عونك يا مازن انت وعيالك، اقسم بالله العظيم. بس خلاص انتوا اتعودتوا متهيألي. ربنا يعينكم يا جماعه اللي انتوا فيه، ربنا يعينك يا جنى. وتقبلوا اي كومنت يجي لكم، الكومنت الوحش ما تردوش عليه.
احنا بنقول لا يا جماعه ما تشتموش ولا تعملوا، لكن الناس بتقول رايها، بتقول لك يعني انت مجنى 24 ساعه بتاكلي، كفاكي اكل، انت فعلا بقك شغال على طول اللايف، قاعده مبرطشه على الارض، الكل بيخدمك. وبعدين النت ايه اللي مازن شافته ده؟ انت بتقولوا له النت انت شافته حاجه زي كده، والله العظيم اسلوب وكلام غريب الشكل يعني. وبعدين ايه مخالفات اللي انت تعمليها يا ست؟ راعي ربنا وراعي ان انت ست خلاص داخله على ولاده. والله الكلمه اللي قالت له شافت النت دي، والله قعدت اقول شافت ايه بس ايه الكلام ده؟ انت داخله على ولاده يا مجنى، وادعي ربنا يقومك بالسلامه وما تعمليش مخالفات لحد، دي مش شطاره على فكره. فحطوا لي اللايكات يا جماعه، وهنتكلم في اخر موضوع، وموضوع الست حلميه. بجد طلع علينا طارق وكان كاتب منتدى ان الست حلميه تعبانه جدا جدا وادعوا لها. قلقنا طبعا عليها، والناس حبت تعرف سفيره الريف المصري مالها وتعبانه عندها ايه. طلع علينا طارق بفيديو وطمنا عليها. قال ان هي جات لها رعشه وسخونيه حرارتها 42، ودوها لاتنين دكاتره وكشفوا لها، وعندها صداع ورقبتها وجعاها. والناس طبعا في الكومنتات عايزين، وكلنا بجد عايزين نطمن عليها. ست حلميه محبوبه الجماهير، بجد محبوبه جدا جدا، وربنا يشفيها هي وعمة سوقي يا رب. طبعا دخل عليها الاوضه وطمنا، بس هي ما شفناهاش يعني، هي طلعت بصوتها، صوتها تعبان جدا. وبنقول لك الف سلام عليك يا سفيره الريف المصري. انت بجد العزومه اللي كنت عاملاها، كان قبلها بيوم يا جماعه عامله عزومه لمحمد بن زاهيه ومراته سالي، لكن بجد انت كنت عامله اكل كتير وتعب، انت ست كبيره برضو. خلينا نقول ان انت معديه ال50 يا ام طارق او يا ست حلميه. فربنا يخلي لك طارق يا رب، ونرمين وعم تسوقي، ويخلي لك احفادك. انت كبيره برضو بتقومي بشغل جامد جدا. برضو التصوير اللي انت بتصوريه في الغيط والزراعه والبتاع، كل ده مجهود عليكي. وبعد العزومه عملت اكل كتير جدا، وبعد كده غسلت مواعين، وشايفينك انت لوحدك اللي قايمه بكل ده تعب عليكي جدا جدا جدا. المفروض تريحي. هنقول ان انت بتصوري ولازم تطلعي فيديو كل يوم، بس ارتاحي ارتاحي يا ست حلمية، محتاجة الراحة، ربنا يشفيكي ويعافيكي. كلنا عايزين نطمن عليكي. هي قالت ادعولي، وبصراحة قعدت تدعي للناس كلها. الست دي بتتقبل اي نقد يا جماعة، بتتقبل اي كلام، ست متواضعة جدا، ست على الفطرة هي وعم تسوقي. ربنا يشفيكي ويعافيكي. بطلب من حضراتكم ان انتوا تدعوا للست حلمية، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. الناس اللي بتبقى عندها قنوات ومحتوى محترم لازم نطلع نشيد بيهم، لازم نطلع نتكلم عليهم بكل ادب واحترام. بنديهم ارائنا، بنديهم النصيحة، بيعملوا بيها في قنوات تاني ما بتعملش بيها، وبيطلعوا يردوا ويصدوا. لكن الست حلمية من القنوات الفوق الروعة بصراحة. ربنا يشفيكي. الكومنتات لو سمحتوا ندعي للست حلمية بالشفاء يا رب. بشكركم حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.